طبعا نهاركم أعزائي الزوار مدونة آزاد التقنية. اليوم وردني سؤال على إحدى المجموعات في الفيسبوك. عايز أحجب تيك توك ومش عارف، يعني حجب برنامج تيك توك أو غيره من البرامج كبرامج الفيسبوك، الواتساب، فايبر، سكايب. إذا كان صاحب شبكة يريد حجب برنامج ما لغاية ما، أو من أجل مثلا من أجل تخفيف الضغط على الشبكة، تابع هذا الشرح وسوف تعرف عزيزي كيف تقوم بحجب موقع التيك توك. بداية سنذهب إلى الوينبوكس. سوف تقوم بإضافة هنا في الفايرول سوف تقوم بإضافة ليست جديد سوف تسميه تيك توك. اوكي، هنا في الادرس سوف تضع عنوان موقع التيك توك. هذا هو موقع التيك توك من www الى النهاية .com. اوكي، الآن كما ترون عندما أقوم بتحديث هذا اللسان سوف يفتح برنامج التيك توك، سوف يفتح تطبيق التيك توك، وأيضا تطبيق على الأندرويد أو الآيفون. كما ترون عند التحديث يتم فتح الموقع بدون أي مشاكل، لكن عند تطبيق هذا الشرح سوف يتم حجب الموقع بالكامل من الشبكة. كما رأيتم فتح الموقع ولا يوجد أي حظر عليه. الآن سوف أقوم بحظر الموقع على الشبكة. نأتي إلى هنا كنترول في، وضعنا عنوان tiktok.com. اوكي، ابلاي. اوكي، الآن جميع هذه العناوين يتم إنشاؤها تلقائيا، يعني تتحدث تلقائيا بشكل دوري. نأتي ثم إلى فايرول نات. طبعا جميع هذه القوائم هي من ضمن اي بي فايرول كما رأيتم. اوكي، الآن سوف نقوم بإضافة ليست جديد من قائمة فلتر رول. هنا في الجنرال نقوم باختيار الخيار الأول، يعني هي قبل محددة على الخيار الأول من قبل. من ثم نأتي إلى ادفانسد. اوكي، هنا الادريس ليست. أين هي أعزائي؟ ليست هنا. اوكي، هي هنا تيك توك. اوكي، تيك توك. من ثم نأتي إلى هنا، طبعا نحدد فقط هذا الخيار من ضمن الادفانسد. من ثم نأتي إلى أكشن. اوكي، نختار رفض، دروب. هاي هي. اوكي، اسقاط، رفض، ابلاي. اوكي، بهذه الطريقة تكون قد حجبت موقع التيك توك بشكل نهائي على شبكتك. وأنا شخصيا أقوم بحظر موقع سبيد تيست وفاست على شبكتي كي لا يستطيع العملاء معرفة السرعة المخصصة لهم. تستطيع أيضا حجب موقع سبيد تيست وفاست .com من هنا أيضا، نفس الإضافة فاست، فلتسميه مثلا فاست. أوكي، هنا www.fast.com كما رأيت عزيزي. اوكي، fast.com. من ثم تأتي إلى فلتر رول، إضافة جديد، نفس العملية. هنا محدد على الخيار الأول، لا تقوم بتغيير أي شيء. هنا advanced، تأتي إلى address list. هنا الخيار الثاني تختار fast. من ثم الأكشن تختار دروب. من ثم اوكي. بهذه الطريقة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة لهذا اليوم. وبهذه الطريقة سوف تعرفتم على الطريقة الصحيحة لحجب المواقع في سيرفر الميكروتك. إنها طريقة سهلة جدا، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر يعني الأكثر جدية في مدونة ميكروتك، لأني تصفحت مدونة ميكروتك لكي أعرف إذا ما كان هنالك طرق أخرى لحجب المواقع. لم أجد أفضل من هذه المواقع. هنالك بعض الطرق التي تعتمد على حذف الاي بي، لكن هذه طريقة سلبية لأنها
لأنه من الممكن أن يتغير هذا الاي بي بين فترة وفترة. بينما في الادرس ليست عندما تقوم باختيار العنوان، فالسيرفر بنفسه يقوم بالبحث عن جميع الاي بيات التي تؤدي الى موقع التيك توك. بهذه الطريقة كنت قد وصلت إلى نهاية هذه الفقرة. إذا كان هنالك أي